السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم. غادي نشارك معكم واحد الوصفه طبيعيه للوليدات الصغار والكبار. بالنسبه لهاد المنزله اللي كاينه، هاد المرضى يا ربي السلامه، كلشي مريض كلشي كيتشكى. لقيت لكم واحد العلاج صراحه وافق ليا ولدي الحمد لله، وهو بمثابه وقايه ماشي علاج. يعني هاد الوصفه غادي ديرها بشكل يومي وما غاديش تضرك ان شاء الله. غادي نشاركها معكم وغادي تستافدوا معايا كيف ما حتى انا شاركوها معايا الناس، وصراحه استفدت منهم. وصراحه لقيت هاد الوصفه ولمتني وولمت ولدي الحمد لله. هاد الوصفه المكونات ديالها اول حاجه سكينجبير طري. هانتوما كما شفتوا راه كاع منتوف كل نهار كندير فيه. اول حاجه سكينجبير طري، ثاني حاجه العسل. الا عندك العسل الحر بحال هكا ديال الزعتر مزيان، ما عندكش ديري عسل عادي. الا كاع ما كاين العسل ديري سنيده. المهم شي حاجه اللي غادي تحل لك داك المرار ديال سكينجبير. هذا العسل ديال الزعتر كنصح بها اي وحده تقدر تشري راه صراحه ديال العلاج زوين. انا غير فاش بدا البرد خديناه وتبارك الله شوفوا شحال، غير ما كناكلوش هكا يعني بالخبز ولا هذا، غير كنديروا في الوصفات الطبيعيه. وعندي الزعتر. المكون الرابع هو الحامض. الحامض راه زوين بزاف. هنايا البنات بالنسبه للطريقه سهله ومهله. غادي تحكي واحد شويه، غير شويه حيت هو مر، بحال هكا شويه ديال سكينجبير. صراحه هو راه زوين، كيسخن وكيحيد هذاك الرواح يا ربي السلامه اللي ما كيبراش. هنايا غادي ناخذ واحد بحال هكا سوبيره اللي كتسد، غندير فيها هاد الشويه. هانتوما شفتوا غير شويه وخلاص. انا كنديرها لولدي صراحه كل نهار كنديرها ليه. كنعطيها ليه هكا معلقه قبل النعاس ديال بنهار ومعلقه في الليل قبل ما ينعس. واحد القبيصه صغيره ديال الزعتر. هذا الحامض حتى هو كنحليه شويه بالعسل وكنزيد شويه د الماء في الاخير. غديري غير شويه قطيره هكا ديال الحامض. نتوما شفتوا. دابا راه كنوجدها لولدي ان شاء الله نعطيها ليه فاش ينعس، حيت الجو خايب وكيمرض. وهكا كتعاونيهم شويه، كتطلعي لهم المناعه ديالهم شويه وتسخني لهم صدرهم، باش حيت هما مساكن ما عندهمش المناعه. يلاه كيربيو فيها. يلاه فهمتوا. ضروري ماشي غير الدواء، ماشي غير الطبيب، ضروري نعاونوهم. وهذه قلت لكم مثابه وقايه، ماشي تتمرضي عاد كتبغي ديري العشوب وديري لا. هذه وكما معروف راه الوقايه افضل من العلاج. هنايا غنزيد واحد شويه د الماء، قطره ديال الماء. هانتوما غير باش يذوب ليا هاد العسل شويه. ومن الافضل ديريها قبل ما تعطيها ليه بواحد ساعه ونص حتى ساعتين. علاش؟ باش حتى داك الزعتر حتى هو هادشي. الا ما درتيش العسل ديال الزعتر، انا درت معاه الزعتر ماشي مشكل. صافي هانتوما البنات هكا راه ساهله وماهله، كديريها في الدقيقه. غير خاص يكونوا عندك المكونات واجدين. كنسد عليها وغادي نخليها تنبي نعطيها لولدي ونصفيها ونديرها ليه في هذا السورانك. انا ما كيبغيش يشرب ليا، كندير ليه في هذا السورانك، كنقول ليه هاك السيرو وكيشربوا. غادي ندوز لكم البنات لواحد الوصفه نمبر 2. صراحه هذه حتى هي نصحوني بها الناس وبغيت انا ننصحكم بها ان شاء الله. غادي تصبروا عليا تنوجد المكونات ديالها، حيت يلاه تفكرتها نوجد لكم المكونات ديالها ان شاء الله وغادي نشاركها معكم. كما قلت لكم البنات هاني رجعت معكم. انا ما غاديش نديرها دابا، غير بغيت نشاركها معكم نفيدكم بها، حيت هذه هي الوقت فاش غادي ديروها. الجو دابا كيكون خايب وسميتو والوليدات كيمرضوا في هذا الشهر. واحد يا ربي السلامه راه كلشي مريض، لا كبير لا صغير. بغيت نشاركها معكم نفيدكم بها كما فاتني بها واحد السيده الله يعطيها الخير. بالنسبه للوصفه هي بخور
بخور ماشي كما مولفين بخور بالفخر، وانما بالكاسرول اولا بالكوكوط. انا دابا الكوكوط خدامه عندي، درت فيها غديوتي، غادي نشارك معكم غير بالكاميلو، ما غاديش كاع نوجدها، انا غير غادي نعطيكم الطريقه والتفسير بالتدقيق. هنايا البنات عندي 5 مكونات، وهما في الاصل 6 ولكن السادس ما توفرش عندي دابا. اول حاجه هنايا غادي تحتاجوا، ها هو زوما ليكم، عندي القرنفل واحد الكميه قبيصه د القرنفل، وعندي الخزامه، وعندي الشيح اللي هو مطهر، يعني مطهر للدار للجسم لكل شيء، وعندي هنايا الزعتر، وتا هو راه زوين هذا الزعتر، كاين كاع اللي كيكميه على حسب الرواح. هانتوما عندي الشيح، عندي الخزامه، الزعتر والقرنفل، هو هذا اللي معروف القرنفل تبارك الله، راه حتى هو راه زوين للرواح، زوين كيحيد جميع الامراض. هانتوما البنات 4 المكونات سجلوهم عندكم. والخامس هو هذا، ما عرفت واش غيبان لكم، هانتوما الفليو كريستال، فليو حجره الا كتعرفوه، ها هو ريحته بحال داك الهولز، غير هذا ما كيتكالش. هانتوما شفتوه، كتمشي لاله عند العطار 3 دراهم من الفوق غادي يعطيك 3 دراهم 5 دراهم اللي عندك. كتاخدي من الاحسن كوكوط باش تحيدوا ليها الصفاره وتبخروا البيت وتبخروا اللي بغيتو تبخروا. كديري الماء، واحد المقدار ديال الماء لا باس به. كي قلت لكم مكون السادس اللي ما عنديش هو الكاليبتوس. الكاليبتوس تا هو راه معروف انه كاع في الزمن ديال كورونا راه كلشي كيدير الكاليبتوس، كينقي تا هو وكيحيد هاد الرواح وكيحيد الشقيقه بالضبط الشقيقه. هانتوما يا البنات انا عندي في الجرده ودابا كاين العجاج الجو خايب ما بغيتش نخرج، غادي تعمري واحد الكاسرول اولا كي قلت لكم من الاحسن سميتها الكوكوط، كديري فيها هاد المكونات كاملهم وتزيدي عليهم فليو كريستال. كنصحكم تجيبوه عند العطار وكتزيدوا الماء، زيدوا واحد الكميه كثيره ديال الماء وخليوه سدوا بالصفاره، خليوها تتبان لكم الصفاره راه كتصفر. هزي هذيك الطنجره ديها لبيتك، حليها، كنتي مريضه حليها وتلقاي ليها باش تبخري مزيان بداك الهواء. ما مريضاش حليها غير على حسب الفراش وحتى الدراري الصغار. هذا الفليو هذا كيعطي ديك الريحه نيشان كيدخل للصدر، عندك النيوف مسدودين كيحلهم تبارك الله. الصدر كتحسي بصدرك بارد، كتحسي باللي هذاك الطخوم اللي كيكون في الصدر مشى. والله العظيم راه واحد الوصفه من ذهب كي قلت لكم، وغير طبيعيه، وحاولوا تحيدوا عليكم كثره الدويان، وهذا الشيء الطبيعي ما كيعالجش وانما كيوقيك باش ما تمرضش. ومره مره هكا ديروا شي حاجه، مره شويه هكا. كاين هذا الشيء اللي كيديروا يشموا مزيان، حتى كيشموا كيدخل معاه للدوش كيغسل به. راه الا غسلتي بهادو راه الشقيقه ما غاديش تشوفيها مازال، بالخصوص الا فيهم الكاليبتوس. كتمشي الشقيقه والم الراس وهذاك الصوت الصداع ديال الراس وديك الدوخه. انا راه كنت مرضت، راه هذا الشيء اللي داواني. صافي البنات هذا الشيء اللي بغيت نشارك معكم، وكنتمنى الا عجبكم تاني الفيديو واستفدتوا تخليو لي كومونتير، تخليو لي رحمه الوالدين، وكذلك ديروا اشتراك باش ان شاء الله يوصلكم الجديد. وفي ما كاينه شي حاجه اللي غادي تستفدوا معايا فيها راه اكيد ما غاديش نخبيها عليكم. يلا بسلامه عليكم، حتى الفيديو جديد ان شاء الله.